كتبتش، بصح انا نقول لهم ينعلوا بليس ويرفعوا بلادهم ويتهلاو في والديهم، ما يرموش والديهم. انا عندي زوج بنات واقفين معايا، راني في البيت حتى توجد الماكله تقول لي يما نوضي تاكلي. هذا هو طاعة الوالدين، طيعوا ربي طيعوا الوالدين. كيفاش تقول يماك رباتك وتعبت عليك وحماتك تعشر في كرشها وتبات قاعده عليك وتمرض الحمى تنوض، ومن بعد ما بدأ الشيخوخه على خاطر ما دمرتك قالت لك جو با تا ميغ Écoute, moi, ton père, je le veux plus, hein, t'es qu'à te débarrasser, hein, j'en ai marre. Mais elle aussi, elle va venir, on va la débarrasser. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà. وبقاو على خير وسمحوا لي وانا نقول الصح. عادة مشاهدي الأفاضل، أنا من يبكي ضيوفه، لكن لا يستطيع الإنسان أن يحبس دموعه أمام ذاكرة مواليد 23 أوت 1921، قريبا 90 سنة. أنا متأكد أنه مثل ما استطاعت السيدة نورية التي لم تدرس المسرح ولم تتخرج من معاهد عالمية، فقط لأنها أحبت ورغبت وتعبت أن تكون هذا الاسم الكبير في دنيا الفن ودنيا المسرح ببلادنا. أنا متأكد أنكم أنتم أيضا يمكنكم تحقيق جميع أحلامكم لو أردتم. قولوا يا رب نلتقي على فرح.